هدايا، أسئلة في الدين، في الثقافة، في الرياضة. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج فرصة اللي يجيكم كل يوم في رمضان. برنامج فرصة اللي فيه أسئلة دينية وثقافية ورياضية. برنامج فرصة اللي فيه هدايا معتبرة، وفيه قسيمة شراء، وفيه مفاجآت، وفيه لمة الجزائريين كامل. تبعونا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. كاينة une autre candidate apparemment طالبة جامعية. اسم الكريم بنتي؟ اسمي بسمة. مرحبا بك بسمة. أكيد تقراي هنا في ورقلة. من أي ولاية أنت؟ تقورت. من تقورت، خيار الناس. أنا عندي برنامج اسمه فرصة، نطرح لك السؤال الأول. إذا جاوبتني السؤال الأول راح نعطيك هدية من عند حضنة. نبداو بالسؤال الأول اللي يتمثل، معليش حكميها. السؤال الأول اللي هو مثل شعبي، راح نخير لك واحد ساهل. أنا عندي ثلاثة، نخير لك واحد ساهل. صحة. أكملي المثل اللي يقول واش صبرك على المر؟ قال واش صبرك على المر؟ واش اللي صبرك على المر؟ واش هو الحاجة اللي خلتك تصبري على المر؟ النتيجة تاعو. واش هو الحاجة اللي تخليك تصبري على المر؟ صح، معليش. والله غير الإجابة هي الإجابة خاطئة، ونعطيك عليها هدية. نعطيك معليش، ما من إجابة خاطئة وما عرفتيش، بصح نجي نعطيك هدية مهداة من طرف حضنة. اعطونا الهديه. تفضلي بنتي. عملك ها منتوجات حضنه. ربي يبارك فيك بنتي العزيزه الغاليه، وربي ان شاء الله ينجحك، وربي ان شاء الله يعطيك ما تمناي. شكرا. انا قولي كلمه لي بارون. هاك شدي الميكرو وقولي لي بارون. قابلي هاي لا كاميرا وقولي حاجه لي بارون في توغورت. اول حاجه شكرا لحضنه. ثانيا ربي يحفظ الآباء والأمهات اللي قاعدين يسهروا على جال أولادهم، يديروا كل شيء على جال أولادهم. من هذا المنبر نحيي ماما وبابا وخاوتي. وربي يعاونكم انتم في حضنة وتبقى بنفس الجودة إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك بنتي، ورافقتك السلامة. شكرا وبالتوفيق إن شاء الله. يعطيك الصحة. نزيدوا نروحوا نشوفوا مشترك واحد آخر، ولا ربما يعطينا الجواب تاع اللي صبرك، واش صبرك على المر. عندنا مشارك ثاني، انا نعتبره اصغر مشارك عندي، واسمه أدهم بوضياف. عاود لي مليح باش نفهموا. أدهم بوضياف يا جماعه. أدهم بوضياف، هاو قدامي أدهم بوضياف. والاب الكريم اسمه احمد بوضياف. ما شاء الله سي احمد، مرحبا بك في المركز التجاري كريس لاين في مدينه ورقله. هو من مركز تجاري معروف، أنا مقصود بالعائلات خاصة في رمضان وكذا. اليوم أنا عندي مسابقة اسمها فرصة، فيها شوية أسئلة. الله يبارك. يعاونك فيها أدهم. راح نطرح لك أول سؤال. السؤال الأول إذا جاوبت عليه عندك هدية من عند حضنة. الله يبارك. صح. ومن بعد نروحوا للمرحلة الثانية. إذا زدت جاوبت عليهم أسئلة بسيطة جدا عندك هدية واحدة أخرى من عند المركز التجاري كريس لاين. وإذا جاوبت عليه وما في أسهل، والله ما في أسهل، نروحوا للسؤال الأخير اللي هو جملة أسئلة سريعة. كل سؤال عندك 30 ثانية، كل سؤال عندك عليه 100,000. تسمى عندك قسيمة تاع شراء ب 500,000 من عند المركز التجاري كريس لاين. الله يبارك. وفيكم بركة. واجد نبداو بسم الله على بركة الله. السؤال الأول يقول:
اكمل المثل اللي يقول وصبرك على المر قال. ما أمر. بارك الله فيك. خلاص خلاص انت هذاك جاوبت عليه، وعندك هديه مهداه من عند حضنه. الله يبارك. صحة وفيكم بارك الله. نروحوا للسؤال الثاني، هو والله ما في أسهل سؤال. إذا جاوبتني عليه نزيدك هدية واحدة أخرى مهداة من المركز التجاري كريس لاين. السؤال يقول: من هو الصحابي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أصدق أمتي حياء؟ سيدنا عثمان بن عفان. بارك الله فيك. هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدوة تاعنا في العطاء وفي السخي، وثالث الخلفاء الراشدين سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وإن شاء الله اللهم اجمعنا به وبصحابته الكرام والرسول صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد يا رب العالمين. أعطوني الهدية تاع كريس لاين. هذه تاع كريس لاين، هذه خبيها اديها لماما، باسكو الهديه اللي جايه اي تاع بابا. هذه خبيها خلاص. درك سي احمد راح نروحوا المرحله الاخيره من الاسئله. شد الميكرو. نعم. باش تكون اليز. وي. باسكو عندنا عندنا غير 30 ثانيه. اوكي. فريق الاعداد راح يحكم لي توب كرونو 30 ثانيه سي بون ان شاء الله. انت اللي ما تقدرش تجاوب عليها باش ما تعطلكش فوتها، قل لي اني واجد باش نبدا انا. بسم الله. توب كرونو. السؤال الاول: اذكر ثلاثا من العاب القوى. اذكر ثلاثا من العاب القوى. رفع الاثقال، كمال الاجسام، رفع الاثقال، كمال الاجسام، كاليسينكس. الكاليسينكس. وي. صح. اذكر 3 دول اوروبيه مطله على البحر الابيض المتوسط. ايطاليا، اسبانيا، فرنسا. جميل. اذكر 3 سياسيين جزائريين. سليمان العميرات، عندنا كريم بالقاسم، عندنا احمد بوغلا. خلاص لك الوقت. بزاف كاينين اللي شوا بزاف. خلاص لك الوقت. خلاص لك الوقت. على بالكم بعد على بالك راتيت السؤال الرابع والسؤال الخامس ساهلين. خلاص كاين بزاف اللي شوا. معليش. السؤال الاول كانت خاطئه الاجابه. السؤال الثاني تقدم شويه الميكروفون احمد. عندك السؤال الثاني. عندك اجابه واحده اللي صحيحه ولا اجابتين؟ عندك اجابتين. عندك قسيمه شرائيه ب 2000 دينار احمد خويا مهداة من المركز التجاري كريس لاين، وتقول لك بها رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله المؤمنين الكل. يبارك لك ان شاء الله في ادهم ان شاء الله، ويكبروا ان شاء الله في العز والطاعه ان شاء الله. اعطينا كلمه. شكرا. من اي ولايه انت احمد؟ انا من ولايه مسيله. خيار الناس. ثم انت من بلاد الحضنه. من بلادها. انت راك من بلاد الحضنه. وجاب لي المكتوب وتلاقيت بولاد الحضنه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ناس مسيله، ناس طيبين الله يبارك فيك، وشله مليحه. الله يبارك فيك. يعني وانا نشهد لهم انا اكثرهم مثقفين، واكثرهم يعني صنع حدث. انا نحبكم انا على بالك من ناس مسيله. ما احنا نحبكم في الله. احبك الذي وجه طيب الله يبارك، ديما تنورنا في القصص التلفزيونيه. والله انت اطيب. ربي يعيشك. والله انت اطيب احمد خويا. ما لها هي فرصه. قول كلمه اولا الناس الحضنه في المسيله. شكرا على المبادره الحسنه، وان شاء الله من الحسن لاحسن ان شاء الله. وان شاء الله نبقاو ديما في التطور مؤسساتنا ان شاء الله، مؤسساتنا الناشئه او المؤسسات الكبيره، وان شاء الله تكون مبادره حسنه هذه وتكون مثال يحتذى به ان شاء الله. وان شاء الله شنو نقول لكم، رمضان سعيد، رمضان كريم ان شاء الله، رمضان علينا وعلى كل المؤمنين. اللهم امين يا رب العالمين، خاصه اهل غزه. اللهم امين، اللهم انصر اخواننا يا رب العالمين. وش نقولوا، ربي يدومها نعمه ان شاء الله، اللهم امين يا رب العالمين، ويخلي بلادنا ديما عزيزه. اللهم امين. وديما غاليه، وان شاء الله نتهلاو في الامانه. بارك الله فيك.
ان شاء الله. اتلجت قلبي يا رجل. ربي يهديك. ثم انت نخليك تحت تختم الحلقه والله خلاص والو. انت اللي تختم الحلقه. قل لهم خلاص والى هنا ناتي على نهايه الحلقه. قل لهم الى هنا ناتي على نهايه الحلقه. والى هنا ننتهي ناتي الى على نهايه الحلقه. نهايه الحلقه. انتظرونا غدا انتظرونا غدا ان شاء في الله نفس الوقت. في نفس الوقت. رمضان كريم. رمضان كريم على كل الامه الاسلاميه. انا نروح برك.